لو خطتك التسويقيه على السوشيال ميديا كلها بتفشل لانك انت بتغفل عن الحاجات المهمه اللي انا هقول لك عليها دي. في 2024 حللت اكتر من 35 صفحه لاكتر من 22 عميل، وتعالى اقول لك معظم النتائج اللي انا شفتها من خلال تحليلي لكل الصفحات دي. وعشان الفيديو ما يبقاش طويل انا هقول لك على اهم 3 حاجات تركز عليهم عشان خطتك ما تبقاش فاشله. رقم 1، معظم الصفحات اللي انا حللتها ما لقيتش ان هي عندها استراتيجيه واضحه في المحتوى، سواء المحتوى ده هو محتوى تسويقي او حتى محتوى اعلاني. رقم 2، ما بتستخدمش البيانات صح. يعني ايه؟ يعني انت ما عندكش قراءه واضحه للارقام اللي تقدر تبني عليها قراراتك على السوشيال ميديا. رقم 3، للاسف في صفحات كتير بتقلد نفس الواي بتاعه المنافسين، وده مش بيخليه عندك هويه ليك او حتى شخصيه ليك انت كبراند. دولت كانوا اهم 3 حاجات كنت حابب ان انا اخليك تركز عليهم، لان ال3 حاجات دولت فعلا هيفرقوا معاك في شغلك على السوشيال ميديا. حاول دايما تستثمر وقتك في فهم جمهورك، تستخدم كمان ادوات الاي اي معاك في شغلك على السوشيال ميديا. لو مهتم تتعلم تخطط بشكل افضل اعمل لي فولو واكتب لي في الكومنتس وقول لي ايه اكبر تحدي قابلته في الخطط على السوشيال ميديا. سلام.